المرة الرابعة أسوان بيخسر في آخر دقايق في المباراة. يعني خسرنا في ماتش الاتحاد في آخر دقايق، وخسرنا ماتش المحلة في آخر دقايق، ماتش فيوتشر في آخر دقايق، والنهاردة تكرر السيناريو في ماتش سيراميكا وخسرنا في آخر دقايق. بس عموما يعني الفريق يعني من بعد الكابتن أيمن رمادي والفريق ماشي كويس خالص خالص يعني لا، شايفين أداء حتى ممكن ما نكون اتغلبنا مثلا من فيوتشر، بس ما اتغلبناش بسهولة. اتغلبنا من سيراميكا، كنا الافضل في الماتش، منه لله اللي كان السبب يعني. ان شاء الله التوفيق في اللي جاي. في حاجه قبل ما اتكلم على الحكم المباراه، في حاجه عايز اتكلم فيها، انه كان في خطا من الاداره. في خطا من الاداره في حاجه، اللي هو ايه؟ ان يعني كان المفروض ماتش سيراميكا ده انت راجل مثلا منتشي الفوز على سموحه خارج ملعبك. ماتش زي سيراميكا ده لا، يعني انت كامل الوتيره، حتى سيراميكا دي في اسوان، حتى على ملعبك هتعرف تمشيهم. مش هيعرف يلعبوا، مش هياخدوا الاريحيه في الملعب. كان ممكن ان احنا نكسب يعني الماتش ده، ممكن سيراميكا ده، يعني انت كسبت سموحه، كان ممكن ماتش سيراميكا ده لو في اسوان كنت بنسبه يعني 90% كنت هتكسبه يعني. ولكن يعني برضو كلها اقدار، يعني مش هنتكلم فيها يعني. هنيجي نتكلم بعد كده حكم المباراه. حكم المباراه يعني كان ممكن فريق اسوان يخلص الماتش من الشوط الاول. ازاي يعني؟ ضربة جزاء صحيحة 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 صحيحة. حتى يعني بين الشوطين برضو قالوا في الاستوديو التحليلي، قالوا ضربة جزاء صحيحة. كل من هو محلل على السوشيال ميديا قال انها صحيحة. المشكلة ان هو رجع للفار، والفار افتكر يجيب لنا الصورة الواضحة، افتكر يجيب الصورة الواضحة للكرة بعد ما القرار اتحسب. وبعد ما القرار اتحسب كمان بشوية، كمان مش على طول مباشرة يعني وقت ما كانوا بيعيدوها، لا، يجيب لك ايه اللي هو يا دوبك الوجع كده، ما يجيبلكش الديتيلز، يعني ايه اللمس اللي كان من تحت في القدام يعني. بعد ما الكرة عد ب5 دقايق ولا 10 دقايق، جايبين لك الكرة في الوايد كاميرا، وجايبها لك ان باينه صريحه انها ضربه جزاء. ثانيا الجون مثلا اللي اتلغى ده، بتاع الكرة اللي طلع فيها محمد بسام. يعني بستغرب انا من معلق المباراة يقول لك الحكم قال لازم يحمي حارس المرمى. يحميه فين؟ ما هو حارس المرمى طالع لحد 18 وما اشتركش معاه، اللي هو الاشتراك اللي هو حاجز حارس المرمى. فانت بتصفر لي ده اشتراك بره ال6 يارد يعني. ده هو حتى تقريبا يعني الناس الحكام يعني يفهموا اكتر مننا، ان تقريبا الحمايه في 6 يارد دي اتلغت، يعني لو انت مش مشترك اشتراك جامد. لكن انت بره ال6 يارد خالص، بعد نقطه ضربه الجزاء على حدود ال 18 من جوه، وبيشترك معاه اللاعب وما لمسهوش، بتحسبها فاول. مشكلة الحكم ده مش اول مره، الحكم ده مش اول مره يعني يتعند مع اسوان يعني. ده دايما كده ياخد الامور بزعيق ويبحلق لي ويعمل لي يبرق بعينيه. يا عم ده عمرها ما كانت كده. اتفرج على الكابتن حماد الجلاوي يا عم بيحكم ازاي، بكل هدوء وبكل احترام بيحسب القرار اللي هو عايزه. انت قبل كده من سنتين اذيتنا في ماتش سموحه، وقبل كده في ماتش للمقص برضو اذيتنا. لا، وزي ما كتب الكابتن ايمن الرمادي من شويه، يعني قال لك كابتن ايمن الرمادي من شويه كتب على السوشيال ميديا، قال لك للاسف دلوقتي عرفت ازاي بلد فيها 110 مليون مواطن مش بيزهق منها غير حامل رايه واحد، حامل رايه واحد من وسط 110 مليون. فالكابتن ايمن الرمادي قال دلوقتي عرفت السبب ازاي. وبلد مليون نسمه بيتخذ منها 4 حكام. ان شاء الله القادم افضل لاسوان باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله نكمل دعم جمهور اسوان. يلا، السلام عليكم.